تمام. الفقرة اللي جاية فقرة شعر، بس انا عايز برضو حد يقول لي لما يخلصوا ايه هو الشعر ده، مع مستر اسمك ايه؟ مستر حمدي ابو سالم. وإذ أنا مار بالصدفة رأيتهما جالسين معا فأثرت نفسي الوقفة وقررت أذناي أن يسمعن. وإذ أنا مار بالصدفة رأيتهما جالسين معا فأثرت نفسي الوقفة وقررت أذناي أن يسمعن. سمعته يقول لها أحبك أحبك ولا أريد من الدنيا سوى حبك. وكانت عيناه تقول شكلها صدقت الهبل وخلاص وسط اصحابي ابقى عنتر وهي بالنسبه لي تبقى عبله. تجيبها انا وهي نخرج سوا ونتمخطر وابقى اخلع لو يوم جابت سيره الدب. وكانت تقول له وانا ايضا فحبك يسيطر على مشاعري رويدا. وكانت عيناها تقول اخيرا لقيت الحمار اللي يبقى معايا طول النهار يروح ويجي معايا اي مشوار وكل يوم هيعزمني على الفطار. قال لها اجمل منك لم ترى قط عيني بس بصراحة جمال البنت صاحبتك هيجنني، برمي عليها بقالي كتير وياه لو سلمت هبيع ابوك يا حبيبتي في منت. قالت له انت فتى احلامي اراك في صحوي ومنامي. وكانت عيناها تقول يا رب بقى يصدق كلامي ويجي بسرعة يخطبني من مامي. سألها أتحبينني؟ قالت نعم. وأنت؟ قال طبعا فحياتي بدونك عدم. أتحبينني؟ نعم. وأنت؟ طبعا فحياتي بدونك عدم. وتركها لأن صديقتها قد استجابت وقعت لشتها على الآخر وفي حبه دابت. وقد نسيته هي الأخرى فقد جاءتها فرصتها الكبرى. عريس مليان يسكن في شبرا وعنده عربية فول قدام الأوبرا. وهنا أدركت أن الحب في حياتنا أصبح مصيبة كبرى.